واضح جدا. اليوم أريد أن أعرفكم على شخصية أحمد البشير بعيدا عن الأضواء. أحمد، أنت بحياتك مريت بأيام صعبة؟ أنا شخصيا عشت فقدان، إنه قتل أخويا، قتل أبوي مو قتل يعني توفى على أثر الخطف. خاصة تدرين أنت بالعنف الطائفي اللي صار بسبب انفجارات، بسبب الوضعية الانفلات الأمني، فماكو بيت عراقي ما قلب أسود في يوم من الأيام. شلون أثر هذا الشيء على حياتك أنت؟ أنا جيت فترة بحياتي عزلت نفسي تماما عن الناس، يعني تقريبا 6 أشهر أنا أخاف أطلع من البيت، ما أتعرف بأحد، لأن كل ما أتعرف بواحد يموت. طريقة الكوميدي أو طريقة الضحك أعتقد أنا استخدمتها كنوع من العلاج حتى أطلع من الدبرشن اللي كنت أمر به، من الانغلاق على نفسي. ساعدني هواية بتجاوز الأزمة النفسية اللي كنت أمر بها. تتذكر فد موقف؟ هواية من المرات تجيني أحيانا إنه خاصة من كنت أشتغل صحفي بالعراق، إنه تجينا مواقف تخلينا نوقف ما نعرف شو نسوي، إنه موقف موت قدامك، يا أما موت يا أما موت. شو تفكر؟ ما أفكر شيء، مجرد إنه يصير قدامي خيارين، يا أما خوف يا أما ضحك على الأزمة نفسها. واللي تختاره؟ الضحك طبعا. حتى مرة من المرات هاي بال 2004 2005 تعرضت لاختطاف، فكانوا يعذبوني ذول اللي خطفوني بوقتها، يعني يضربون، فكنت اضحك انا، يعني هي لا اراديا يعني صارت. فكان يتخبر ليش قاعد تضحك؟ انت ما قاعد تاذى؟ قلت له والله قاعد اتاذى بس انا قاعد اضحك مو بيدي. يعني اريد اتجاوز الالم بالضحكه. فعلا ساعدك هذا الشيء؟ فعلا ساعدني. فاللي فكرت به انه العراقيين كلهم عندهم نوع من هاي الازمه النفسيه، سواء كانت صغيره او كبيره، كل العراقيين هم عباره عن ناس تعرضوا لمصايب ولا طلائب كبيره. فشلون اقدر احول الموضوع، شلون نقدر ناخذ مصايبهم ونحولها الى شيء يضحك حتى يقدرون يتجاوزوها. احمد، راح اطرح عليك كلمات واريد منك تجاوبني بجمله. اوكي؟ العراق وطن. السياسي مثلا بالعراق يختلف عن السياسي بغير دول. بمعنى بكل الدول، اغلب الدول الديمقراطيه، السياسي يفيد ويستفيد. يعني هو يفيد الناس، ناخبيه، يفيد شعبه ويستفيد هو. بس بالعراق يستفيد وما يفيد. هو يفيد نفسه وجماعته، بس الناس اللي انتخبوه او الناس اللي يصيرون مسؤوليته خلاص بعد ما يعبر. الطائفيه اغبى شيء موجود بالكون، انه انا افرق من الانسان، يعني افرق بين هذا وهذا مجرد على اساس دينه او مذهبه او عنصريته او لونه او شكله. الحرب أنا جزء من أهداف البرنامج أن نوقف الحرب اللي موجودة بالعراق حاليا. بس أحيانا تكون ضرورية، الحفاظ على المستقبل، الحفاظ على وطن، الحفاظ على ربما حتى على حياة. هي زينة ومو زينة. حاربت بحياتك؟ طبعا اعتيادي حاربت بحياتي، لا زلت أحارب لحد الآن بالبرنامج. من أي ناحية؟ مثلا تقبل الناس للكوميديا أو للسخرية من السياسيين أو من رجال الدين، ربما الناس بصعوبة تتقبل هذا الشيء، فإحنا بدنا نحارب حتى نخلي الناس تتقبل هذا الشيء. اللاجئ شخص تعرض لابشاع انواع الظلم، انا متاكد من حقه انه يبحث عن مكان امن. السخريه مهنه وحق. احمد البشير، اهلا وسهلا. شاب طبيعي على حال هوايه شباب، بس محظوظ بهذا الشيء اللي صار بيه صراحه. الحب من اهم الاشياء بالحياه، اللي بدون حب ماكو حياه اصلا. تعيش حاله حب حاليا؟ ربما ايه بعد يعني، بس ايه ربما. الزواج ارتباط، بس ارتباط. قفص ذهبي، بس قفص. الخيانة دقة ناقصة. ماكو واحد ما يسويها طبعا مناسبة، سواء بشغله سواء بعلاقاته، سواء كنا نسويها، ومرات هنا انه واحد يضطر. وانت؟ انا ما اقدر اقول انه انا اسويها صراحة، بس بحسن نية. خيانة الحب؟ لا طبعا انا ودها تماما. الدمع؟ ما ادري، ما ابكي قليل، ما اتذكر بكيت 3 مرات ل 4 مرات. شوي اكثر. انت ما تبكي؟ لا ما اؤمن بها، ما اعتقد هي علاج. شلون تعبر عن حزنك؟ اضحك. بالعكس. السخرية السياسية هي أولا وآخرا أسلوب للنقد والتسلية، سواء كنت ضد أو مع.
هذا لا يمنع أن تضحك مع النقد الساخر إن كان أحمد البشير أو غيره.